حنا اليوم في تونس، غادي نديكم معايا لهاد البلاد الزوينه وغادي نكتشفوها مع بعضياتنا خطوه بخطوه. خويا مرحبا بخونا حميد، مرحبا بك خويا ومرحبا باهلنا في المغرب، المغرب الجميل، المغرب الاقصى. صحيح. مرحبا بالناس الكل. خليكم معايا وشوفوا هاد الفلوق كيفاش دازت اول 24 ساعه. صباح الخير عليكم، فيديو جديد، بلاصه جديده، كيف ديما حنا في دابا في دوله جديده لاول مره ليا اشكون قال بالكم في لي درابو في تونس الخضراء. حنا دابا جينا لتونس صراحه، باقي اول نهار عندي اليوم كيف تشوف المينياتور، يعني اول نهار في تونس باقي ما عارفش شنو ندير شي حاجه. ولكن شوف كاين واحد اللعيبه كنامن بها، تيقول مرض ديال الوالدين عمرهم ما غادي يخيب. تلاقيت بالصديق ديالي أسامة، مرحبا بك في تونس، والله يكبر، نورتنا وشرفتنا ومرحبا بك في كل وقت. الله يبارك فيك. شكرا يبارك فيك. تقى لي البارح في المطار، وصلنا روطه الطياره جاش دارت روطه اكثر من ساعه، وعاد في الحدود عاوتاني وصلنا عند يعني شرطه الجوازات تعطلنا بزاف وتسناني مسكين، وصلتني في الدار عنده. ودابا يجينا باش نبدا معكم هذا الفلوق. هذا فين؟ في شارع محمد الخامس، ماشي شارع محمد الخامس اللي كاين في الرباط ولا اللي في كازا، ولكن هذا شارع محمد الخامس اللي كاين في تونس الكبرى، واللي من مورانا كيلتقي مع شارع بورقيبه اللي معروف. وحنايا المغاربه يعني حنا عزيز علينا، خصوصا ملي كان غالبا بزاف شافوا التصاور ديال الملك جلاله الملك ملي كان جا شارع بورقيبه. وحنا فيها دابا غندخلوا غنتعمقوا مزيان. ما كاينش غير هذا الفلوق هذا، كاين بزاف الفلوقات كنوجدهم ان شاء الله. يلا شوف، عطاونا شي لايك وكمل معنا هذا الفيديو هذا، ودير شي سبسكرايب. ما عرفنا علاش نرجعوا للمغرب تكون هاد لاشين هادي وصلت ل 100,000 سبسكرايب. حنا دابا فين؟ في شارع بورقيبه. هاد الشارع هذا هو اللي قلت لكم كيتلاقى مع شارع محمد الخامس اللي تقريبا في السونتر ديال تونس. وهذا الشارع هذا علاش تسمى هذا بورقيبه؟ حنا كون بزاف شفناه في الجزيره وشفناه بزاف يعني مشهور، تقريبا نقولوا هو ديك القلب النابض. يعني راه علاش تمشيو من مورايا عامر بزاف الناس، يعني هو اللي كيدخل بين تونس المدينه القديمه والبلاصه الجداد. وعاد عنده بزاف يعني قصص في التاريخ. هو اش تسمى هكا؟ تسمى من بعد الاستقلال، يعني على سميتو الاول رئيس الجمهوريه اللي هو الحبيب بورقيبه. حنا دابا داخلين الباب البحر. هذا الباب هذا هو اللي كيدخل للمدينه القديمه. صراحه بان لي هادشي فهمتيني، انا زوين بعدا بحال داكشي اللي كنقلب عليه. عرفتوا هذا اللي من موراي دابا، هذا هو داك الدولمي ديالهم. عرفتوا عارفين الدولمي اللي كيشجع المنتخب المغرب والفرقه المغرب؟ هذا هو الدولمي تاع تونس. ولكن ما عرفتش واش انا ما عنديش الزهر ولا عندي الزهر. بعدا خليت في الرباط البارح، الشتا كاين البرد، جيت لهنايا والصاد والبلان سيمانه، وانا كان يعني انا قطعت الفول ولا كندخل كنشوف الاخر الميتيو كنلقاه سخون. عرفتي هنايا كتبقى تشم ديك ريحه الجلد بحال البلان ديال سوق الصباط اللي كاين في السويقه في الرباط. وبعدا اول تجربه يعني دابا مثلا باقي انا في اول نهار، خصني حتى النهار اللي غنكون خارج من المطعم ديال تونس نقدر نعطي الراي ديالي. ولكن البلان شنو كيبان لي بحال المغرب، يعني الا شفتي البنيه التحتيه مثلا ديال اكادير ديال شي مدن اخرين من غير زعما بزاف كاين شي مدن حتى نقدروا نقولوا حتى الرباط حتى هي وكازا، يعني راه بحال فهمتيني. كاين فرق كبير، انت بحال كتعرف زناقيت فاس ولا زناقيت الرباط. صباح العنبر المرجان صاحبنا اسامه جا الجوع، قالنا ما ظلامت انا زي ظلامت. بدنا ندخلوا للجامعه الزيتونه، ولكن لقينا باقا مسدوده حتى للجوج. صلينا الظهر وبقينا كنتسناو، جا الجوع قال لي لا ضروري غنمشيو ناكلوا. شنو غادي ناكلوا دابا؟ مطبقه يعني مطبقه. شوفوا مطبقه كذا. بار اعملوا شاورما فريد وموش حار. يدي موش حار. شنو؟ قلت له موش حار. ركز لي على ماشي حار. ما شنيا يعني ودك قلت لي معايا كفتيجه هذه شاورما فريش
صراحه بحال البلان ديال الطاكوس، ما كاينش الفرق. موزاريلا الصوص، صوص الجيريان حتى هي واندلس، كيتشوب، غير هو ديك لي بات تكون خضره. بلان زوين صافي كيتحط هنا. ايوا الفران شاد الدراري كيدير هذا بلان تشيس صافي كيصاوبوه كيتصاوب بحالها. ها هي الكبشاشي، كبشه يقولوا شاباتي ولا متبقى. كل مره كيقول لي سميه كنحاول نعقلوا على مطبق على شاباتي مزيان. نجربوا كيف داير الصراحه بان لي سخون. صراحه شوف شي زعما عطوني نقول يعطيك التقييم ديالي، نعطيه هذا 8 على 9 ولا 8 على 10 ولا 9 على 10. خلوه 9 على 10. كاين شويه الحار واخا ما دارش حار، كيحط فينا الصوص الجيري داكشي علاش حار تقريبا بحال طاكوس ولكن شبعان الفرماج. القصيوره اسامه شي فيه الجوع نضرب. خلوني انا ناكل بما يحلوا مسجد الجامعه الزيتونه ولا مسجد الزيتونه، ندخلوا نشوفوا كيف داير الداخل. غير هو الزار اللي عندنا جينا مع الصاد، واحد الصاد تبارك الله بحال القزاني شهر 8. نحن الآن في جامع الزيتونة المعمور كما يريد رواده أن يطلقوا عليه. هو يعني هناك من يطلق عليه أيضا جامع الزيتونة الأعظم، الجامع الأعظم، لأنه لكونه كان منارة للعلم، منارة للفقه، منارة للتعلم، منارة لكل ما يرمز للثقافة الإسلامية وللخصوصية الثقافية للمغرب العربي أو المغرب الكبير. جامع الزيتونة هو ثاني جامع في تونس بعد جامع عقبة بن نافع بالقيروان. وجامع الزيتونة يعني هناك تاريخ يعني لا تجد مصدر محدد، لكن هناك من يقول انه بناه عبد الله بن الحبحاب، هناك من يقول معناها من ساهم في بناء موسى بن نصير، العديد من الفاتحين. لكن الثابت والارجح والمشهور في تونس كونه تبنى على يد التابعي والقائد الكبير عبد الله بن الحبحاب، الذي كان احد قادة جيش عقبة بن نافع الذي فتح شمال افريقيا. الجامع هذا تبنى في عهد عثمان بن عفان الصحابي الجليل تقريبا، يعني عند الفتح متاع تونس. نتحدثوا على 1300 سنة ما شاء الله. يعني قديم. اي يعني في القرن الاول للهجرة تقريبا. ولكن هو دابا في الاول كان غير جامع عاد من بعد ولا جامع؟ لا، هو في الاصل قبل الاسلام كان حكم، كان تونس تتبع الكاهنة وتتبع الامازيغ، كان لهنا صومعة متاع راهب. هناك راهب عندك شي اللي لاحظت انا محجوبة الصومعة، لاحظت هنايا يعني النجمه السداسيه والصليب المعقد. الصليب المعقد. هناك من يقول انه ذلك الصليب لا يرمز للصليب، عنده رمزيه اخرى. واكيد عنده رمزيه اخرى لانه في دوله اسلاميه معه في جامع وفي رمز من رموز الاسلام. كان صومعة متاع راهب يتعبد فيه راهب. كانت الوثنيه منتشره، وكانوا هناك ناس على الفطره، مثل في الجاهليه كانت ناس على الفطره او على ما يسمى بالحنيفيه، التي هي مله ابراهيم، التي تقول انه هناك خالق اوحد هو الذي يدبر كل شيء. فالراهب هذا بعد كي دخل الاسلام ان الناس كانت تقول اين سنبني مسجدا نتعبد فيه الله، فكان اقدس مكان هو مكان يتعبد فيه الله، لكن ليست بنفس الطريقة قبل الإسلام. كانت صومعة هذا الراهب، فاختاروا المكان هذا وبنوا فيه الجامع. يعني وكان هو زيتون، معناها واحد تاع زيتون تقريبا. وتونس والا شمال افريقيا بصفة عامة ولا المغرب الكبير، الزيتون حاجة تقليدية عندنا، وأرض تاع زيتون. في القرآن مقدس، وهو في القرآن شجرة مباركة، فهمتني؟ زيتونة مباركة ربي قال في القرآن. فسمي بجامع الزيتونة للسبب انه كانت معناها عديد من الزياتين هنا، واحد بتاع زيتون. من بعد اصبح منارة للفقه وللعلم. خرج علماء كبار، نحكوا على القاضي عياض، ابن عرفة، ابن خلدون، الامام سكنون،
طاهر حداد، ابو قاسم الشابي، عبد العزيز الحالبي، محمد الطاهر بن عاشور ابن محمد الله. الفاضل بن عاشور، والد المفتي وامام الجامع الحالي الشيخ هشام بن محمود، والد والشيخ المختار بن محمود كان مفتي المذهب الحنفي في تونس، وكان ايضا تخرج من هوني، فكان واحة للعلم، وكان يعني اشع اصلا في فتره من الفترات انقطع العلم عن الازهر. فعندما أرادوا الاتصال بالعلم مرة أخرى أرسلوا طلابا إلى تونس إلى جامع الزيتونة، وانتشر العلم أصلا. والأزهر الأجنبي الوحيد الذي مسك مشيخة الأزهر هو خريج جامع الزيتونة الشيخ محمد الخضر حسين. تبارك الله. الشيخ محمد الخضر حسين نفي من تونس في زمن الاستعمار الفرنسي، استعمار وليست حماية. في زمن الاستعمار الفرنسي نفي الشيخ يعني محمد الخضر حسين. هناك من يقول انها حمايه فرنسيه، يعني بحال المغرب مثلا كان فيه حمايه، يعني احنا قرروا لنا انه معاهده الحمايه ويكيبيديا حمايه، ويكيبيديا حمايه فرنسيه. استعمار اجنبي يدخل لدارك ويخرجك من دارك اسمه استعمار، احتلال، استيطان، ما عنده حتى مفهوم اخر نتجاوزوه. خلينا بمسجد الان. صح. قل لي خرج برشا علماء كما قلت لك. جامع الازهر الأجنبي الوحيد الذي مسك مشيخة جامع الأزهر هو الشيخ محمد الخضر حسين من الجنوب التونسي هو، ودرس في جامع الزيتونة، لكن كانت عنده مواقف من الاستعمار فتم نفيه. وكان صديق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. محمد الطاهر بن عاشور في المغرب معروف، والشيخ سعيد الكملي دائما يعتمد في شروحاته كتاب التحرير والتنوير الذي هو تفسير محمد الطاهر بن عاشور للقرآن الكريم. تبارك الله. فهذا هو نزيد شويه ونضيف. بس نسولك انا غير على هذا. هذيك اللي بانت لي لتحت، هذيك الساعة نشوفوها مونديال. هذه الساعة التي يحد بها الزمن، يعني ساعة تقليدية باش يعرفوا وقت الصلاة، وقت أوقات الصلاة، أوقات الحر، أوقات، لأنه مثلا كانوا يطبقوا في السنة في صلاة العصر، صلاة الظهر كانوا يأخروا عندما يستشيط الحر، فباش يعرفوا الوقت وغيره، فكانوا يعتمدوا هناك تقنية معينة ما عنديش بها العلم الكافي بالخطوط هذوما وبظل الحديد هذا. وكانت هناك ثم خيوط كذا زي خيط السنارة، خيط السبيب نقولوا احنا بالدارجة. يعطيك الصحة. الخيط هذاك كان هما معناها لازم كانت أيضا ثم حديدة هوني، وكان مربوط كل قروة بالخيوط هذو، ويفهموا هما باها بالظل نتاعها بالواحد هذا، يعرفوا هما مقدار وقت خروج الصلاة هما، خاصة خاطر لأنه الصلاة مثل وقت الظهر يقعد منذ دخوله في الحر الأول بعد الضحى، عندما يحر الهجير، ما نعرفش الكلمة بالضبط، حتى يكشل العصر يبقى وقت، فهما باش يثبتوا الوقت كانوا يعتمدوا هذه. تبارك. هذوما كانت الناس باش تتوضا باش تصلي، فكانت هذه بحال المطفيات ولا فورات في نحن نقولوا بالدرجه التونسيه ماجب، احنا كنقولوا مطفيه في المغرب. كانت يعني يخرجوا منها يعطيك الصح. اصلا ثم حتى في السطح سطح الجامع ثم بلايص اللي يدخل فيهم الماء ويمشي حتى كل واحد هذيك، فهمت؟ ما شوف أسامة راه ما كذبش مني قال لي راه ويكيبيديا. والله ما كذب، ويكيبيديا. شات جي بي تي مش ويكيبيديا. اكشن من شات جي بي تي. شات جي بي تي كيقول لي صافي حبست الغدا ونكمل، خصك تخلص. تبارك الله عليه. والملاحظة راه من خريج هنايا، يعني قرا في هذه الجامعة، وقال هي في رمضان هذا كانت عنده يعني دورة في حفظ القرآن الكريم. داكشي علاش نقول احنا اهل مكه ادرى بشيء هذا. سامحوني نحب نقدم اعتذاري اول شيء، لانه في المقطع اللي فات مع خويا حميد كانت المعلومه منقوصه شوي. الذي بنى جامع الزيتونة الاعظم هو التابعي حسان ابن النعمان الغساني، وهو من مواليد بلاد الشام، وهو شاهد عمر بن الخطاب وروى عنه بعض الاحاديث، وهو الذي كان مع جيش عقبة بن نافع في فتح شمال افريقيا. صاحبي نجم الدين قول لي، دابا المغاربه كيقولوا بلي جامعه القرويين هي الاقدم، والتوانسه كيقولوا لي بلي مسجد الزيتون او جامع الزيتون هي الاقدم، شكون اللي قديم في هذا؟ تختلف. الاقدم جامع الزيتونة كمكان للصلاه هو الاقدم. جامعه القرويين كمؤسسه تعليميه بالمفهوم الحديث وبالتنظيم الحديث للتعليم الاكاديمي وغيره تعتبر هي الرائده وهي الاولى في المجال هذاك، وكان هناك تلاقح بين المؤسستان، يعني هذه تاخذ من ذاك وذاك ياخذ من هذا، يعني تقدر نقول بحال الجامعه وحده صح. لكن حتى على مكان الصلاه او مكان العباده والتعبد فجامع الزيتونة هو الأقدم، لانه جامع الزيتونة في ولكن جامع عقبة بن نافع اقدم من جامع الزيتونة.
جامع عقبة بن نافع أقدم من جامع الزيتونة، وجامع الزيتونة هو ثاني جامع تبناه في البلاد التونسية بعد جامع الزيتونة سنة 79 للهجرة في القرن شكرا الأول. على معلوماتك. شكرا. وراه من العائله ديال اسامه سبحان الله العظيم. عرفتي اسامه مع جينا قال لي شوف انا عيط لك الويكيبيديا ديال تونس، والصراحه ما بخلش عليه بالمعلومات. دراري شوف اسامه الصراحه ما دارش جهده، ولكن انا شنو عارفه هو متعصب لواحد الفرق. شنو الفرق عليه متعصب؟ الترجي ديال تونس الترجي عرفتي شنو ملي كنت باقي في المغرب شي يقول لي شوف ضروري غتجي غتمشي معايا الماتش ديال الترجي وهذا، انا نقول له اجي دابا باغي يرجعني من الترجي انزرب عليه. صح شوف باينه ما احتاجت هذا. هاي هذيك لما جاي عسكري قبل ما نولي انا ترجي معاك. وخاصة كدي زاد عندك هادو مريون يوسف بلي تاع الترجي يوسف بلي؟ لا. يوسف بلي. دابا اش باغي هذا؟ لا لا شنو باغي دابا هذا؟ علاش يوسف البلايل هذا؟ علاش زعما يوسف البلايل؟ يوسف بلي خاطر عنده شعبية كبيرة ياسر في المغرب. لا ما عندوش شعبية. عنده لا مساكن احسن منه. لا مساكن. اي بالطبع الحال مساكن. ايوا صافي المساكن عنده افضل شعبية. منه. اما لكن انا باغي الهدية بالذات يوسف البلايلي على خاطر عنده شعبية في. شوف لكم الدراري شوف لا ما ناخذش عنده يوسف البلايلي. شوف لكم ناخذها ولا لا؟ لا خاصكم لا 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 لازمك تاخذوا هاي. بخاطر ما كاينش تعاركوا هاي. يلا ما فيها. بس غادي ندير لواحد الكواس صراحه زواون. شفت قبرص قلتي لي ولا قربص قربص حيت قبرص سميت الدوله. المهم قربص واحد البلاصه قريبه لينا غير هنايا فين كاينين دابا حنايا. حنا في المحمديه ولا المحمديه كي تيقولوا هما. تكتب حتى هي المحمديه بحال ديال المغرب، يعني بحال رجعنا للمغرب. هاد قربص واحد الزواونه. باي باي. صراحه هذا عائلتي ودراري فيه كلشي دراري. المهم نكمل لكم غنمشيو لهاد البلاصه هادي شنو فيها؟ فيها البحر، ولكن ماشي اي بحر، بحر فيه الماء سخون. يعني كاين حمات مولاي علي الشريف اللي في حدا طريق ميدالت، كاينين مولاي يعقوب. حنا دابا غادي نجربوا بحر سخون. حتى غنمشيو ونعرفوا علاش الماء فيه سخون وشنو السبب اللي مخليه سخون. واحد الباترون صغير وراه. انت باترون ياك؟ مجد. انت مجد؟ هذا ولد خو اسامه. صراحه دري واش كان صاحبو. شكون هو صاحبك؟ شكون انا ولا محسن؟ صاحبي محسن صاحبي. وانا ماشي صاحبك. انا ماشي صاحبك. صاحبي. كثرم. تحيات. انت تشبه لعمي محسن. لا زعما حيت بجوجنا مغاربه. حتى انا مغربي بحاله. واحد الدرير. شنو هي؟ هذه جو برو كاميرا. هذا واحد الدري سميتو محسن. عشان نبارطاجي معكم الانستغرام ديالو. محسن. كان عارف صاحبي محسن. كان هنايا كان هو اللي كيعرف اسامه قبل مني، ودوزت تقريبا شي شهرين في تونس حتى خرج رمضان. عاد مشى دابا لتركيا، راه كيبيسيكلي بالبيكالا ديالو في تركيا، باغي يدخل لايران ويكمل الطريق يعني على اسيا حتى للحج ان شاء الله. نديو معاه بالتوفيق وما كرهناش لا علاش نشجعوه. ولا كان شي واحد فيكم اي واحد يقدر زعما يخلي لا شي كومونتير ولا شي ميساج زوون راه تا هو. جينا دابا لواحد البلاصه سميتها قربص. هاد البلاصه ماشي قبرص، كاينه قبرص الدوله، كاينه البلاصه سميتها قربص. هاد قربص هادي قريبه لتونس العاصمه، يعني داخله في ولايه تونس الكبرى. والبلان ديال هاد البلاصه هادي باش كتميز بالمياه ديالها اللي سخونه كتهبط من واحد الجبل. وداك الماء يعني هما كيقولوا باللي راه مزيان الروماتيزم، مزيان الامراض الجلديه. وانا الصراحه جاني بحال يعني بحال تقريبا بحال الماء ديال مولاي يعقوب، ولا بحال نقولوا بحال حمات مولاي علي الشريف يعني اللي كاينه في نواحي ميدلت. داكشي علاش دابا راه كانوا معنا واحد الدراري كانوا معنا حتى هما بالفيلو جاو هما، ولكن تعطلنا عليهم وكاين الريح بزاف. داكشي علاش هما راه مشاو. ولكن انايا واسامه معنا واحد الدري معاه، راه اسامه رابعه وما كيبان لي ليها، ما عرفتش غتشوفوا ولا لا. غادي ندخل ضروري نجربوا، غنضربوا شي عومه هنايا غنشوفوا العومه الاولى غتكون في هذا البحر هذا. لكن الصراحه داير ليه سيف وكنت معول باش نجي ليه، وملي بريزونطاو عليا الدراري ما عطلتهمش. انا قلت لهم مرحبا. ولكن شوف راه ما يمكنش يجي عاوتاني حتى لهنايا وما غاديش نعاود. دابا تخيل معايا رجليا، انت رجليا فين كاينين؟ هنا الماء بارد وهنايا ما سخون. ولكن ضروري شوف
عشي الماء خليك هنا يا حبيبي هذا اللي مالك يا بار ما تعاونش انت ولك يا تبارك الله كي داير الماء وصافي شوف هما 5 الصراحه ناضيه بزاف قلت لهم داخل ما بغيتش نخرج ما سخيتش بها وحتى انا ما بغيتش نطول عليكم هذا الفيديو هذا بزاف. الا وصلتي لهاد البلاصه هذه وما كنتيش باقي دير سبسكرايب ديال الوقيته باش دير سبسكرايب علاش لا باش نوصلوا ديك 100,000 ان شاء الله وعطينا شي لايك وشي كومونتير وبارطاجيو الفيديو هذا مع صحابكم باش تكبر العائله. يلا كيف ديما دوزو بخير.